نيكي رود بيصارع جوزيف تشين. المشكلة ان نيكي وزنه 100 كيلو وجوزيف وزنه 77 كيلو، لكن جوزيف من اعلى المصارعين سواء كدفاع او هجوم، ومش شخص سهل السيطرة عليه، فمين هيسيطر فيهم على التاني؟ النهاردة هنحلل كل تكنيك الاتنين بيستخدموه في لعبهم، وهنشوف مين اللي هيتغلب على التاني. يلا نبدأ. العملاق ده يبقى نيكي رود، واللي قدامه ده جوزيف تشين. جوزيف تشين من احسن اللعيبة اللي انجبتهم الصين في الجوجيتسو. نيكي رود امريكاني طبعا، واعتقد الفرق ما بينهم واضح، بس الاتنين من بي تيم من فريق واحد، فتعالوا نشوف هما بيتمرنوا ازاي. ووراهم الحيطه المايله بتاعت سي جي اي ويو اف سي بي جي جي. الحيطه دي بقت مؤخرا في البطولات الكبيره، عشان الناس كانت عاده لما بتلعب في اي دي سي سي كانت بتطلع بره وبيقعوا على الكراسي وحاجات زي كده، لكن دي حلت المشكله. تعالوا نشوف هيحصل ايه. يا ساتر يا رب، دي بنسميها بلاست دبل. تعالوا نشوفها تاني. اللي هيحصل هنا ان جوزيف تشان بيعمل شولدر بوست، او بنسميه فرد دراعه عند الكتف عشان يخلق مسافة. دراع نيكي رود عايز يضرب تحت الكوع. عمر ما حد بيزق الدراع من عند الريست خالص، لان المفصل بتاع الكوع مرن، فلو انت زقت الريست ممكن مفصل الكوع يفضل في الطريق، يفضل مكانه، والريست بس هو اللي يعلى. فلما تيجي تنزل تاخد بلاس دبل او حاجة زي كده، هتلاقي الكوع في سكتك، وبالتالي هيقدر ان هو يخلق مسافة ويهرب. بص بيضرب من تحت الكوع، من البايسبس، من الحتة دي، ومن هنا بتبقى دماغه مش واطية قوي، يعني هو مش نازل يخش بدماغه جنب الرجلين، لكن هو بيضرب بكتفه او بدماغه عند الصدر او فم المعدة كده اهو. دماغه عند الصدر، ودي بنسميها بلاس دبل. دي انا اول مرة احس بيها كنت وانا بلعب مع فاجنر روخا، اللي هو زميل سايبورغ في التمرين، وعملها معايا، وفعليا انا لقيت مرة واحدة صدري فضى كله هوا عشان دماغه ضربت في صدري، ففضل الهوا اللي في رئتي كلها بالبلاس دبل دي. مع البلاس دبل بتحط بس الريست بتاع ايديك ورا الركبتين، وبتبقى متفجرة زي ما انت شايف كده. بلاست يعني انفجار، فهي فعلا متفجرة. دلوقتي جوزيف تشين بيحاول ياخد اشيجارامي، بس ما اتاخدتش. ونيكي رود بيحاول ان هو يعدي الجارد بتاع جوزيف تشين. طيب يعني ايه الجارد؟ الجارد ده اللي هو اساسا رجليك، ده العامل الرئيسي في الدفاع عنك. رجليك هي اللي بتحميك من حاجات زي كده، من البني ادمين. وفي حالة زي دي هنشوف جوزيف تشان بيعمل ايه مع واحد تقريبا ضعف حجمه وضعف قوته، وقديم وعنده خبرة تقيلة جدا في اللعب، وفي الغالب ضعف الخبرة بتاعته كمان. تاخد بالك، بص مش بيدافع. احنا بنغلط دايما ان احنا بندافع بايدينا، او بنفكر ان احنا هنزق البني ادم بايدينا، لكن عشان تعرف تحل مشكلة زي ان بني ادم تقيل وقوي وحاجة زي كده، استخدم عضلات الاكبر اللي تقدر تشيلك طول النهار والليل، اللي هي رجليك. ونيكي رود مش سهل ان هو يعدي رجلين بني ادم حتى في نص وزنه، دي مش حاجة سهلة، بالذات لو عنده تكنيك كويس. لو بيحاول يجي للجنب اهو، بس بص في كل فرصة بيلاقيها جوزيف تشان بيحط رجليه في الطريق تاني. الأولوية للرجلين. يعمل ني سلايسر باس. بص رجليك هي أول خط دفاعي وأقوى خط دفاعي عندك. لو رجليك اتشالت من الحسبة يبقى ركبك، لو ركبك اتشالت من الحسبة يبقى ايديك، كفينك، لو كفينك اتشالوا من الحسبة يبقى كيانك. هو ده المبدأ اللي احنا بنشتغل بيه. شوف بيلف له بيوجه له رجليه. بص بيخلق، يعني هو هنا حتى هيعمل شولدر بوست بدراعه اليمين عشان يخلق مسافة رجله انها تطلع.
بص، ادي رجله اهي، وادي دراعه. هيعمل بس مسافة صغيرة بحيث انه يخف الوزن اللي على رجليه ده، وفي اللحظة دي الرجل اللي كانت هنا اتسحبت على طول وطلعت عشان تكمل دفاع. ني سلايسر باس و باترفلاي جارد او اوبن جارد. ني سلايسر باس تاني. دي حتة مهمة. بص، ليه نيكي رود مش فاتح الركبة دي؟ ليه؟ انا كنت دايما باخد بالي ان لما حد بيبقى في هاف جارد، لان ده هاف جارد، رجل متعلقة في رجل، يعني رجل جوزيف تشين دي متعلقة في رجل نيكي رود دي، فليه ما يحطش رجله التانية الحرة بعيد، يبقى فاتحها عادي عشان يكمل ويعدي ويحاول يخش من هنا؟ السبب بسيط جدا. لو الرجل دي مش قافلة بالركبة كده عند أول الفخدة بتاعت الرجل المحشورة بتاعت جوزيف تشين، جوزيف تشين هيقدر يطلع، هيسحب رجله ويطلعها ويحطها تاني قدام ايه، قدام نيكي رود. لو الرجل دي مش قادر ان انت تحطها وتقفل بيها، كنا بنسمي الناحية دي اسمها الباك دور او الباب الخلفي، مجرد ان انت دخلت ركبتك في الباب الخلفي بتاع الهاف جارد، انت كده خلصت من قصة الرجل. لو الرجل دي مش قادر ان انت تحطها في الارض هنا، ده معناه ان انت لازم تعوضها بايدك، لازم ايدك هي اللي تبقى ماسكة الركبة كده وتمنع الرجل دي انها تتسحب. اهي بص بوضوح، الرجل محشورة بسبب الركبة دي انها قافلة عليها. وبيعدي دلوقتي بينيم الركبة التانية، بيخليها تروح لقدام عشان يقوم نايم بصدره ويبتدي يطبق عليه، وبعد كده ممكن يعدي بسماش باس او حاجة زي كده. بس شفت اللحظة دي؟ هنا نيكي رود عمل الغلطة ان هو بدل ما يخلي ركبته لازقة في وسط خصمه، رجعها لورا عشان بيحاول يضغط وكده. بس في اللحظة بس في اللحظة اللي هو حط فيها ركبته، خد منها عزم وقام ساحب الركبة دي. وهي دي المشكلة اللي انا بقولك عليها، لازم تكون قافل كويس قوي على الرجل دي عشان ما يضيعش منك الجارد باس. نايس. اكس جارد. بص اللي حصل هنا، ده باترفلاي جارد، هو باخد اندر هوكين وداخل باتنين باترفلاي من تحت وسط نيكي رود. هيقوم زائق رجل منهم في لحظة كده حصل فيها، فرد رجل منهم وهيقوم معدي بالفخدة بتاعته ورا الرجل اللي هناك، وبيحاول يوجه بطن رجله عشان يدوس بيها في وسط نيكي رود. بس نيكي رود طبعا عامل ديفنس كويس قوي، فيعمل ايه؟ يقوم مستخدم الرجل التانية دي بان هو يرفع الوسط بتاع خصمه، رفعه لفوق، وقام مدخل الرجل دي بمشط الرجل من قدام الوسط هنا تقريبا يعني، اهي من لا من قدام الرجل التانية. ده اكس جارد. يخش ال 50-50. جوزيف تشين متميز جدا في الهجوم على الرجلين، هنحاول نلاحق معاه. لو تاخد بالك نيكي رود كل اللي هو عامله ان هو واقف بس على طرف صباعه هنا، والرجل التانية هي اللي شايله الوزن كله، عشان هو عايز يخلي الرجل دي تقيلة ومش عايز يسمح لخصمه ان هو يحركه في اي اتجاه ويخلي الرجل دي خفيفة ويبتدي يهاجمه.
وحتى واخد من هنا اندروك كمان عشان الرجل دي ما تتهاجمش، الرجل اللي هناك. بص حط الاتنين في نفس الحفرة مع بعض. ده تورياندو باس، بس ما يقدرش يعدي الجارد بتاع جوزيف تشين. بقاله حوالي 4 دقايق مش عارف يعدي الجارد بتاع واحد نص وزنه، من جمال التكنيك بتاع جوزيف تشين بصراحة. ثانية واحدة، ايه اللي حصل ده؟ دي سماش باس صرف، وخدها مفاجأة في الغالب يعني من وجهة نظري انا. هو بيلف وسطه، تعالوا نشوفها كده تاني. قلب وسطه مرة واحدة للجنب، ونايم ركبته دي خلاها تبص لهناك وتزق الرجلتين دول لهناك باتجاه ركبته، والرجل التانية تقوم مرفوعة ولفة العكس. وأول ما بتترفع أنا عايز أبطئها على قد ما أقدر. تعالوا كده نبطئها. هو كده بيستعد، بمجرد إن هو يلف رجله دي فدي بتمنع، فدي بتزق مشط الرجل ده في الاتجاه ده في نفس الناحية، أو في نفس من الناحية التانية تلاقي الرجل دي اترفعت، الركبة بتترفع بالجنب، واول ما عدى الرجل دي بعد ما اترفعت تقوم جايه مكان الرجل دي وتقوم سادة لازقه في خصمه. ليه؟ عشان المشط ده ما يقدرش ان هو يتوجه ويلف تاني لهناك، او يعمل هوكات على الرجل دي ويلف ويوجه رجليه ناحيته تاني وهكذا. بص حشر رجلين الاتنين، يعتبر شبه حشر، لان الرجل دي على وشك انها تطلع. شبه حشر رجلتين في ناحيه واحده من جسمه، وابتدى يبقى عنده زاويه في الهجوم. نرجع بقى للسرعه الطبيعيه بتاعتنا. نيكي رود تقيل جدا على جوزيف تشين، يعني حتى انك تعمل جارد ريتنشن صح وكل حاجه صح مرهقه. 5 دقايق معرفش يعديه، مبهر. عشان كده انا بحب جوزيف تشين. وادعوا لي كده، انا ان شاء الله هسافر الصين قريب، فادعوا لي ان انا. هو عنده تيم في الصين اسمه نوماديك جرابلينج في بكين، فاتمنى ان هو يكون هناك واشوفه والعب معاه او حاجه زي كده. انا بجد ابقى مبسوط جدا ان العب مع الولد ده. الولد ده عبقري. تحس ان جوزيف تشين بيبقى لطيف جدا مع ناس تانية كتير زي كنتا ايواموتو والناس دي، لكن نيكي رود مش حد تبقى لطيف معاه خالص. تحس ان هو متوحد او متوحش، معرفش. تاني راوند بيلعبوا 5 دقايق. ايه اللي حصل؟ ما لحقتش. عمل له سناب داون من بعيد، وقعه يا عيني. عامل القوة، عامل برضو ما تقدرش تستهين بيه. معاه بودي لوك، يخش للتايت ويست. في الغالب ايوه، انا كنت عارف ان هو هيعمل كده. نيكي رود عنده دايما بيحب لما يبقى ماسك بودي لوك او يبقى ماسك تايت ويست عامه، حتى لو مش كفه عميق للدرجه دي حوالين وسط خصمه، لا لو ماسكه من عند العظمه دي بكفه حتى. بيقوم عامل ايه لما واحد يبقى في بوزيشن شبه الترتل كده؟ بيقوم رايح واخد خطوه للاتجاه التاني ويقوم سحبه عليها. بص يعملها ازاي اهو. شوف بيقوم رايح لهناك ويسحبه عليه فيقوم واقع. اول ما يقع بتلاقيه عادة بيروح ان هو يمسك النص الفوقاني من الجسم، زي ان هو يمسك من عند كتف ويعدي دراعاته الاتنين من عند كتف واحد، عادة الكتف البعيد، وده بيسمح له ان هو يبتدي يدخل رجليه كهوكات وحاجات زي كده. بس نشوف جوزيف تشين هيعمل ايه.
عدل نفسه عشان ما يقدرش ان هو يمسك، يعمل جرامبي رول. الولد ده اسمه ادم، معرفش ايه كده. الولد ده يعني كان كويس في مرحلة من المراحل، بس بعد كده محدش بقى عارفه، بطل ان هو يلعب او يطور من نفسه تقريبا. هو ده. اتكلمت معاه زمان على انستجرام، وبعد كده كان طلع في برنامج اسمه هوز نيكست، حلو قوي، ممكن نبقى نحلل منه الماتشات بتاعته. وبعد كده اتدفن. هو نيكي رود مسح عرقه في ظهر جوزيف تشان. بيمسح عرقه في ظهر جوزيف تشان. اهو دلوقتي بص بقى ماسك النص الفوقاني من جسم جوزيف تشان، بس جوزيف تشان بيحاول يحل، هو بيحاول يتحكم في دراعه من تحت. هو هدفه دايما كده ان هو عايز يعمل سيت بيلت حوالين النص الفوقاني من جسم خصمه، بس لو فتح دراعاته لثانيه جوزيف تشان هيقوم هارب ولافف على طول. فهو بيعملها بالراحه اهو. بص اول ما مسك النص الفوقاني دخل الهوك على طول، يبقى فاضل هوك كمان. جوزيف تشان منزل دراعه وبيحاول يخبي وسطه في الارض. افهم الحته دي، جوزيف تشان هنا وسطه مكشوف، الفتحه بتاعت الوسط في الهواء اهي، يقدر ان هو لو رفع ايده لثانيه الرجل العملاقه دي اللي هي حرفيا قد فخدته هتقوم لفه وداخله من هنا وتدخل الهوك التاني. فجوزيف تشان يقوم عامل ايه؟ يقوم ممرجح رجله دي قدام ورا قدام، ويقوم رامي وزنه لهناك مع طلعه رجله. بص، 1 2 3 4. يحصل هنا ايه؟ لو الرجل دي عايزه انها تخش، لو الهوك ده الهوك اللي داخل، لو الهوك التاني عايز يخش يلاقي الارض في السكه. عبقري. نرجع تاني. بص عمال بيرجع الدفاع للمراحل الاوليه بتاعته تاني كده. نيكي رود مبقاش معاه الهوك اللي هو كان عايزه، بقى معاه بس السيت بيلت. ليه هنا نيكي رود ساب الهوك السيت بيلت وراح للبودي لوك؟ لان جوزيف تشان ابتدى يبني حاجه اسمها بيز او قاعده. القاعده دي مبنيه على 3 اطراف اساسيين دلوقتي: دراعه، رجله دي، وركبته دي. كل ما البني ادم بيبتدي يقف كل ما بيبقى ابعد بكتير للتحكم منه، وكل ما انت وقعته على الارض واجبرت اطرافه الصغيره اللي هي كوعه وركبه ان هم يبقوا في الارض اكتر، كل ما انت بقيت متحكم اكتر. جميله. بص لما بيقعد جوزيف تشين كده بيبقى عنده القدره ان هو يعمل البريمبول اللي هو بيعملها، ان هو يلف بدل ما يلف لقدام يلف على كتافه بالجنب، بيوطي دماغه سنه وبيلف. طبعا نيكي رود عارف ان هو هيعمل كده فلف عشان يفضل لازق في ظهره وما يفقدش الماسكه بتاعته. اللفه دي بتعمل ايه؟ اللفه دي تخيل كده انت قافل دراعتك الاتنين حوالين وسط خصمك ومره واحده قام لافف، فاللفه دي بتكسر او بتضعف الماسكه جدا اللي حوالين وسطك. وهنا الاتنين لفوا، ونيكي رود بقوته ما شاء الله قدر ان هو يسحب وسط جوزيف تشين على وسطه، ودي وضعيه سيئه. بس الحلاوه هنا في ان جوزيف تشين بعد ما لف في الاتجاه ده هيقوم لافف وباصص الاتجاه العكس اهو. بص بيضغط دلوقتي بدراعه ده وهيجيب دراعه التاني ويلفه في الاتجاه العكس. ليه؟ كده بقى باصص وش في وش لنيكي رود. ان واحد يبقى واخد ظهرك اسوأ بكتير من ان واحد يبقى مهاجمك من وشك، لان كل المقاومه بتاعتك واطرافك تقدر تشتغل كويس من قدام لكن من ورا لا. ويمسك من هنا ويزر عشان يمنع نيكي رود ان هو يلف تاني ويوصل لظهره. الويزر ده هو اللي هيمنع نيكي رود ان هو يلف.
فنيكي رود يمسك البادي لوك وينزل ياخد ظهره تاني. الحلقه بتاعت النهارده درس في ازاي تتعامل مع البودي لوك، او ان واحد لافف رجليه حوالين دراعاته حوالين وسطك. في الحاله دي يعني نقدر نعتبر ان نيكي رود اصلا دراعاته دي عامله زي الرجلين، يعني شيء مرعب. ثانيه واحده معلش، انا عارف ان انا بسرح. ده داكلين مودي، ده برضه هيفي ويت من وزن او اكبر، اتقل من الوزن بتاع نيكي رود كمان. بيلعب تقريبا مع جاي رود اللي هو اخو نيكي رود الصغير. بص بيعدي الجرد بتاعه. جميل قوي، جميل قوي جاي رود. اه ده جاي رود. هو حصل حاجه؟ هو قفل على رقبته بدراع واحد، خلصه. بص بص الواد بيعدل بقه، مش عارف، مش متأكد بس احتمال. اندر هوك. يا نهار اسود. وصل لنفس الوضعية تاني. خمس ثواني ونبقى كملنا 10 دقايق، و 10 دقايق كاملة. شوف، بمجرد ان هو مسك السيت بيلت، بمجرد ان هو مسك علق دراعه في كتفه، يقدر ان هو يبتدي يتقدم عليه بالرجلين بالنص التحتاني، ويحاول ان هو يدخل هوكات. وده اوحش من ان هو يبقى ماسك وسطك بس. ادي اول هوك، يلف. جميل جميل جميل. جميلة. يا نهار اسود. ممكن، لا، ممكن ثانية واحدة بقى نشوف اللي حصل ده ايه. احنا كده في اللي احنا لسه كنا فيه. الرجل دي، الباترفلاي هوك ده، يبتدي ان هو يوجه جاي رود في هذا الاتجاه. تمام، وجهه بعيد عشان يقدر ان هو يفرد الرجل دي ويبتدي ان هو يوديها وراه. اهي جت وراه هنا. اول ما الرجل دي اتحطت وراه تحتيه من الناحيه دي، يقدر ان هو ياخد عزم من الرجل دي بالدوسه دي في برجله، في المقاوم، بوزن مقاوم للاتجاه بتاع جاي رود، يقدر يدوس بيها ويتحرك عكسه. ومن هنا ياخد العزم من الرجل دي ويبتدي ان هو يخش على السنجل لاج. بس هو محتاج ان هو يا اما يسحب الرجل دي لبره، وده صعب جدا، يا اما يقفل بيها عليه، يقفل بالكعب كده يضمه ناحيته، ويبتدي ان هو يلف بالرجل التانية ويبتدي ان هو يهاجم السنجل لاج. وده اللي هو بيعمله. طبعا نيكي رود بيلف في الاتجاه المعاكس وبيحاول ان هو يبعد. ف
هنا جوزيف تشين ملحقش ان هو يتحكم في الرجل كويس. جوزيف تشين عايز يعمل ايه؟ جوزيف تشين عايز يبقى على الاقل وشه وكتافه الاتنين، بص هو هنا ده كده ظهره. هو عايز ان هو يخلي بطنه بصة لفخد جيرود، بصة لتحت، بصة للأرض. بس ايه اللي منع جوزيف تشين ان هو يلف ببطنه للأرض؟ ليه احنا شايفين ظهره من هنا؟ بسبب المسكة دي. هو ماسك رجله، فركبته اليمين مش قادرة انها تلف وتبص للأرض، ولا جسمه قادر يبص للأرض، وبالتالي التيك داون دي هتفشل. اهي بص اجبرته، لو حد ماسكك من هنا كده مش هتعرف تلف وتبص للأرض. ومن هنا يمسك الماسكة بتاعت الارم بار. بس الماسكة بتاعت الارم بار دي لسه ملخلخة، فيه لسه فيها مساحة. هيعمل ايه بقى جوزيف تشان عشان يطلع من الارم بار؟ بيروح ينام لبص لهناك، ويعمل حاجة اسمها هيتش هايكر. الهيتش هايكر دي عبارة عن ان هو بدل ما يحاول يسحب دراعه عليه، بيرمي دراعه اللي بيتاخد ارم بار ده في الاتجاه المعاكس اللي احنا اصلا بنخاف منه. ليه؟ لان هو هيخلي الزاوية بتاعت كوعه، المفصل بتاع الكوع لازم عشان يتكسر لازم يكون في بطن الخصم. بس هو لما بيلف كده وبيبص للسقف او للجنب هنا، الكوع ده بيبتدي ان هو يلف ويبقى باصص الناحية دي، وبعد كده يلف لفة كاملة ويبص للأرض. ولو تاخد بالك هنا الكوع بقى باصص للأرض، فما بقاش ممكن إن جاي رود يكسره. دي اسمها هيتش هايكر، طريقة للهروب من الأرم بار ممتازة. اسمح لي ان انا اوقف الفيديو ده لمده دقيقه عشان اتكلم عن حاجه هتفرق في حياه رياضيين كتير. لاعبين الجوجوتسو اللي مسيطرين على الساحه طلعوا كلهم تقريبا من تحت ايد مدربين يتعدوا على صوابع الايد الواحده. مثلا المدرب اللي اسمه جون دانهر، راجل عجوز عنده اعاقه في رجله وعمره ما لعب بطوله في حياته قبل كده. طلع من تحته جوردون راين، كريج جونز، نيكي رود، نيكولاس ميرجالي، جينكارلو بودوني، وجاري تونن، وغيرهم اسماء كتير جدا. الناس دي كانت شباب عاديه، بعضهم شغال في محلات برجر وزبالين، وفي خلال 5 سنين كسبوا اساطير الجوجيتسو اللي بيتمرنوا من هم صغيرين. طب ازاي؟ الناس زمان كانت بتعتمد على القوه والسرعه والليونه، وده خلى البقاء للأقوى حرفيا. لكن دانهر عمل نظام مفصل للحركات بيناسب كل الناس، تنفع للبطيء والسريع والقوي والضعيف، واهتم بالتكنيك أكتر من أي حاجة تانية. وعمل دراسات علمية مفصلة في كل موضوع وكل وضع بنستخدمه في الجوجيتسو. مثلا ازاي تعدي جرد خصمك، ازاي تخرج من الوضعيات الصعبة، ازاي ان انت تثبت خصمك على الارض تحتيك، اسقاط الخصم في اطار الجرابلينج والجوجيتسو، وازاي تدمج ما بين المصارعه والجودو في نفس الوقت. والعلم ده بقى متاح دلوقتي لاي حد ان هو يتعلم منه عن طريق كورسات مسجله. لكن المشكله ان الكورسات دي بالانجليزي وباسعار بتتراوح ما بين ال $100 ل $350. وانا اتعلمت من الكورسات دي ودمجتها بخبراتي اللي انا اتعلمتها من الاحتكاك باللاعبين الكبار و12 سنه تمرين وحزام اسود. ومؤخرا بقيت انا اعمل كورسات عشان الناس التانيه كمان تتعلم زيي. الكورسات بعلم فيها اهم المبادئ اللي انت هتحتاجها سواء بتلعب او لسه ناوي تلعب، بس بالعربي وباسعار ما تقارنش اصلا بالاسعار اللي هم حاطينها. فلو انت لاعب جاد وعايز تتطور بسرعه، او لسه هتبدا وعايز تختصر على نفسك الطريق، ابعت لي رساله على واتساب. هتلاقي لينك التواصل على واتساب ورقمي في الديسكريبشن، فابعت لي رساله وانا هبعت لك التفاصيل. ما اطولش عليك، يلا نكمل الفيديو. يا ساتر يا رب، يا نهار اسود. تعال نوضح الحته دي، نبطأ بقى الصوره خالص. جوزيف تشان رايح بكولر طاي على دماغ جيرود. في اللحظة اللي جيرود هيشوف الكوع فيها مفتوح، هيقوم ضربها من تحت الكوع، فالكوع يتفتح، يقوم نازل بدماغه، ويقوم نازل بدماغه على طول من غير ما الدراع ده ما يكون قادر يدافع او يمسك او يعمل اي حاجة. ينزل على طول على الرجل من هنا، وايده التانية رايحة للرجل التانية او للوسط او ايا كان، هنشوف دلوقتي. بس اتملك من رجل واحده. يوم جوزيف تشان عامل رد فعل ذكي جدا، ان هو يفتح ركبته لبره. يفتح ركبته لبره دي زي ما بنحط رجل على رجل كده واحنا قاعدين، بيوجه ركبته للجنب ويرفع مشط رجله او بطن رجله لفوق عشان يبتدي يسحب رجله بالجنب.
بس هيعمل ايه بقى جايرود؟ هيقوم رافع من عند الركبة من هنا، الرجل دي بتقوم رافعة الركبة وعدلاها، وبالرجل دي يقوم ضارب الرجل اللي هو بيتزن عليها. بص رفعها لحد فين. طيره. نكمل بقى بسرعة عادية. اوف، ده كلام جميل قوي. دلوقتي تعالى بقى كده نفهم ايه اللي حصل ده. جيرود بيخش في حاجة اسمها هيد كورترز جارد. ايه هو الهيد كورترز جارد؟ بتحط ركبتك بين رجلين خصمك، والرجل التانية بتبقى بره، ومن هنا تقدر ان انت تضغط بركبتك. شايف الركبة الداخلية دي؟ لو عمل بيها ني سلايس هيقدر ان هو يوجه وسط جيرود الناحية اليمين. جوزيف تشان. جوزيف تشان بقى عامل ايه؟ بالدراع، مش ده الدراع التاني، هياخد اندر هوك. بص اندر هوك اهو، دراعه تحت دراع جيرود. لو جيرود خد باله لازم يكون حاطط دراعه اللي هناك ده جنبه وسطه، بحيث ان ده ما يحصلش. ايه اللي ما يحصلش؟ الاتي: يخش بتايت ويست. ولما بيخش بتايت ويست بالمنظر ده يقدر ان هو يبتدي يقوم ويبص لخصمه ويصرعه زي ما انت شايف كده. لو جيرود ما كانش حاطط الويزر ده او الاوفر هوك ده، كان جوزيف تشين خد ظهره في ثانيه. ياخد زاويه ويمسك الدماغ، والرجلين ما بقتش بصاله. بص فاضل الركبه، بعد كده يدخل الرجل التانية، بعد كده يدخل الرجل الاخرانيه. ده الهيد كورترز جارد. يا نهار اسود.
نيكي رود مش عارف يعدي الجارد بتاع جوزيف تشان بسهولة، ودي حاجة في حد ذاتها مبهرة. هيرفع. في حاجة مهمة أوي عايز أتكلم عنها هنا. لاحظ وانت بتتفرج على الريتنشن او اللي هو الدفاع بالرجلين اللي بيستخدمه جوزيف تشان، لاحظ ان هو عمره ما بيبقى عنده الرجلتين في نفس المستوى، في رجل فوق رجل تحت. ليه؟ لما بتبقى الرجلتين في نفس المستوى بيبقى اكتاف الخصم في نفس المستوى، ما فيهاش يعني اكتاف الخصم بتاعت جاي رود دلوقتي مثلا، نيكي رود في نفس المستوى. لكن لو رجلتين الاتنين في مستويات مختلفة بتضطر ان انت تميل كتف زيادة لقدام وكتف لورا، وكتف تاني بيبقى عالي، يعني في كتف بيبقى عالي وكتف بيبقى واطي، وده بيخليه مش قادر ان هو يتحرك بنفس السلاسة اللي بيتحرك بيها وهو كتفه الاتنين عدلة. فاوعى تخلي رجليك الاتنين في نفس المستوى، خلي دايما رجل عالية والرجل التانية واطية، واعمل بقى هاي ستيبنج زي ما جوزيف تشان بيعمل كده. بس رجل عالية رجل عالية ورجل واطية. ليه جاي رود بيخلي دماغه دايما واطية؟ عشان يحمل وزنه كله على جوزيف تشان. هو مش عادل ان جوزيف تشان يشيل وزن زي ده، بس ده من الستايلات بتاعت البريشر المهمة جدا. طول ما دماغك واطية ونازلة بالمنظر ده على خصمك واقف على طراطيف صوابعك اكتر، ده معناه ان الوزن متوجه ناحية ما دماغك مشاورة. دماغك هي راس السهم، هي اللي بتشاور الوزن يبقى فين. لو دماغك عالية ده معناه ان الوزن هنا، لو دماغك واطية ده معناه ان الوزن على دماغك. كان هيقص رجليه. اوف. نشوف اللي حصل ده تاني. ده نورث ساوث، قلب لنورث ساوث. ايه النورث ساوث؟ ان انت تبقى دماغك ناحية وسط خصمك، ووسطك ورجليك تبقى الناحية التانية. عشان تعمله ممكن توجه بدراعك البعيد، ترميه وتمسك الجزء ده من جسم خصمك. بص الدراع ده هيقوم لافف، والدراع التاني ده بيبعد الكوع من ان هو يرجع ويستلم الدراع اللي جاي يلف من فوق ده. فالدراع ده بيلم الكوع عشان ينزل ده ورا الظهر، والدماغ اتوجهت ناحية الوسط، وبالتالي الرجلين هتبتدي تتحرك الناحية دي اهي. من هنا جوزيف تشان يحاول يقوم على طول عشان يمسك الرجل دي، بس قبل ما يقوم يعدل نفسه. نيكي رود يعدل نفسه وياخد الظهر. ويبقى الوقت انتهى. مبهر.